بونجور، انا ميمي. النهارده هرد على السؤال اللي مصر كلها بتساله لي: ازاي نسمد النباتات بتاعتنا بالام بي كي المتوازن 19 19 19 او 20 20 20؟ ده نوع مشهور جدا، الفيريسال. الفيريسال ده اصلا يوناني. احسن طبعا اسمده اللي بتبقى جايه من بره. انا جايباه من شركه الزيتونه زراعيه. انا اللي جايباه، كنت بدور اصلا عن نوعه وما كنتش لاقيه عند حد خالص، فلقيت عندهم بس في الموقع بتاعهم. وبصراحه الموقع بتاعهم فيه كل حاجه عن الاسمده وعن المبيدات وكل حاجه تبقى محتاجينها في الزراعه. بالنسبه لي الموقع حلو جدا، اتمنى تشوفوه. الزيتونه الزراعيه، وليهم كمان صاحبها ليه قناه على اليوتيوب بيشرح حاجات عن الزرع وازاي تسمدوا وازاي تهتموا بالنباتات، فبرضه عنده فيديوهات حلوه قوي، يا ريت تبص عليها. تعالوا بقى نكمل. الفيراسول. الفيراسول ده يوناني 19 19 19 الان بي كي. اوكي، احنا بنقول دايما ده احسن سماد. ليه؟ لان هو مش مثلا زي السماد العضوي بيجيب حشرات او بيجيب ديدان او بيجيب الحاجات دي كلها، بيبقى نظيف خالص. طيب هوريكم طريقه ان احنا نسقيه لو حد عنده نبته او نبتتين، ولو حد عنده كميه نباتات كبيره. اول حاجه طبعا لو عنده نبته او نبتتين يفضل ان يبقى فيه ازازه برشاش. طبعا اكيد كلنا عندنا، كل البيوت فيها ازاز برشاش، يعني دي تقريبا لتر وشويه، لتر الا شويه، المهم هي في الحدود دي. طيب دي تاخد قد ايه؟ هاخد تقريبا ربع معلقه شاي. دايما السماد المستورد هتلاقوه ملون، يعني مثلا الالماني دايما بيبقى لونه مخضر فاتح، الاسباني والفرنساوي غالبا بيبقى لونهم اورنج، ده بيبقى لونه مخضر. بصوا انا هحاول ما اوقعهوش، الحبه دول على دول يا دوبك. حلو كده، هنحاول نحطهم كده من غير ما نوقعهم. يس، تمت العمليه بنجاح. وهقفل كده كويس. ولازم اهم حاجه نبقى نتاكد منها ان كل ده يدوب في الميه قبل ما نبتدي نرش. ليه؟ علشان لما يخش في الرشاش بتاع البخاخه هيسدها. فاحنا هنقعد كده هنرج حبه حلوين. وانا جايبه لكم نبته اهي هنعمل عليها التجربه. ايه رايكم في القصيص ده؟ انا اللي عاملاه. بصوا، لو عجبكم قولوا لي في الكومنتات تحت، هوريكم حاجات تانية عاملاها برضو، بس الاول قولوا لي ايه رايكم في ده. اوكي، قبل لما نسمد لازم نعمل حاجه مهمه جدا. ايه هي بقى؟ ايه بتصوره اهو، هنحطه كده. هو مش اعلان ولا حاجه، انا اللي جايباه، بس عايزه اوريكم ان من انواع الممتازه اللي انا استخدمتها. قبل ما نسمد لازم يبقى في حاجه نتاكد منها، ان يبقى احنا رايين الزرع مروي نص رايه، علشان لما ننزل بالسماد ما ينزلش يحرق الجذور، يبقى فيه ميه اوريدي، فتبقى زي عازل للجذور. وكمان الورق يبقى شارب ميه، فيبقى الورق يعني مش عطشان ويتحرق. اوكي، الان بي كي ده هنرش بيه على الورق وعلى التربه وعلى الجذور، على كل حاجه هنرش كده. وهنبتدي نرش الورق كمان. والرش الورقي للام بي كي هو ده احسن كتير من التربه، لانه هيبقى دايركت، النبات هيمتصه مباشره، مش هيستنى يبتدي يسحبها من التربه. احنا كمان بنرش على التربه علشان تفضل زي مخزون كده، كل شويه يسحب منها. بس اللي على الورق هو ده اللي بيجيب تاثير كويس جدا. اهو خلاص، بعد ما رشيناها كده اهوت كده تمام جدا. الام بي كي ده كده ممكن نكرره كل اسبوعين او كل 3 اسابيع حسب النبته. يعني مثلا احنا دلوقتي في شتاء، بنروي كل مره كل اسبوع او كل 3 4 ايام. مش معقوله هروي كل مره احط فيها سماد، فهبقى افوت اسبوعين وهسمد في الاسبوع الثالث. لكن لو انت في الصيف وبتروي كل يوم ممكن تسمد كل اسبوع، لان انت مع الري بتغسل التربه، فغالبا كل الاسمده اللي فيها بتنزل، فممكن تبقى محتاجه زياده شويه. او كل اسبوعين. الاسبوعين يبقى حد ممتاز جدا بالنسبه لحد ما عندوش زرع كتير. حلو. طب ده لو حد عنده زرعتين اكيد عنده بخاخ في البيت. طيب لو حد بقى عنده كميه زرع زي هيبقى عنده واحده زي دي كده، او
واحده صغيره زي كده، حسب هو عنده كميه الزرع. لو هو عنده 15 زرعات يبقى عنده حاجه زي كده، لو هو عنده مثلا اكتر من 20 نوع زرع يبقى عنده حاجه زي كده. طيب دي بقى هنسميها ازاي؟ احنا قلنا اللتر اخد ربع معلقه، دي انا ممكن احط فيها معلقتين بحالهم. طيب انا لو حطيت، انا رجيت بتاعه الميه، لكن انا مش عارفه ارج، دي كبيره قوي، فهندوبها في ميه بره الاول. يعني بصوا، هجيب المعلقه بتاعتي واخد، هو سريع الذوبان جدا، بقول لكم نوع مستورد فجميل. هاخد معلقتين كده، دي 10 لتر، فتقريبا انا محتاجه 10 ربع معلقه شاي، فيعني اكنها معلقتين ونص كبار. اهو هحطه كده وهبتدي اقلب. قربت كده، هنبتدي نقلب كده. خلوا بالكم احنا يهمنا ان هو يتقلب ويدوب علشان ما يخشش يسد البخاخ. ان انت نحاول نسلك البخاخ ده مشكله كبيره جدا. بصوا مفيش اقل من 10 ثواني كان دايب. اللون ده بيبقى لون طبيعي او بيبقى مش مضر. وهنعمل ايه؟ هنبتدي نحطه على ال2 لتر ال10 لتر اللي احنا عاملينهم، وهو بالميه مع الميه هتتخلط. يعني نعمل كده، هتلاقيه ايه اتخلط كده اهوت، وايه تمام كده. ونقفل ونرش النباتات بتاعتنا كلها. يبقى كده الطريقتين بتوع ان لو عندك نبات صغير هنبخبخ هنعمل بخاخ، ولو احنا عندنا كبير اذا كان الاثنين 3 لتر او ال10 لتر او الخمسه او 20 حسب كل لتر بياخد ربع معلقه، فهنحط على اساس نضرب ربع معلقه بقى في كميه الميه اللي عندنا، هنعرف احنا محتاجين قد ايه من السماد. اتمنى يكون الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تبصوا على القناه بتاعت الزيتونه زراعيه، والموقع بتاعهم كمان عندهم احمد امينيه، عندهم اسمده كله مستورد، فحاجه يعني تحفه جدا. والتوصيل كان كمان من اقل التوصيل اللي انا دفعته، في يعني هم مش رايحين من محافظه لمحافظه، فكان كويس جدا بالنسبه كسعر وكشحن، وسرعه الشحن برده كانت جميله، والخدمه العملاء بتاعتهم تحفه. يعني انا قعدت اتكلمت معاهم على الواتساب، انا عايزه كذا وعايزه كذا، وقلت لهم عايزه تاريخ انتاج جديد وكل الحاجات دي، وهم كانوا متعاونين جدا. فشكرا لكم جدا، واتمنى اشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.